السلام عليكم ورحمة الله. المغرب خلاص ابتدت تلعب بآخر كارت في ايديها لضمان ان المجتمع الدولي كله يخلصها من أزمة الصحراء المغربية. عملت ايه المغرب؟ المغرب عملت تطبيع للعلاقات مع اسرائيل اعلن عنه دونالد ترامب ده في ايامه الاخير، يعني هو حتى ما استنوش اللي جو بايدن يجي، هو لقوا الديل جاهز في ادارة دونالد ترامب، قال لك خلاص انا اخلص حالي بسرعة واضمن حقوقي، وعملوا اتفاق ما يقدرش اللي هو تطبيع كامل، ولكن انت بتتكلم مثلا في حركه سياحه مفتوحه بين اسرائيل وبين المغرب، بتتكلم عن تمثيل دبلوماسي بين اسرائيل والمغرب، بتتكلم عن سفاره اسرائيليه هتتفتح في الصحراء المغربيه. ده قبل منه حصل اللي الاردن فتحت السفاره بتاعتها في مدينه العيون المغربيه، قبلها مدينه دوله الامارات عملت نفس القصه. موضوع الصحراء المغربيه اللي يعني مضايق الجزائر، هو مجنن الجزائر. وانا عايز اقول لك على حاجه، النهارده مين اكتر حد هيهاجم الخطوه المغربيه في انشاء علاقات دبلوماسيه او تطبيع مع اسرائيل؟ الجزائر. الجزائر هتقول لك لا ده انتوا خونه وعملاء و مع ان الجزائر من وجهه نظري سبب في هذا الامر. هو ايه اللي خلى المغرب تروح تعمل هذه الصفقه مع اسرائيل او مع الولايات المتحده الامريكيه الا بسبب اذى الجزائر ليها؟ النهارده في عندنا صحراء بتاعت المغرب، دوله المغرب العربي الشقيق، دوله كامله، في جزء منها الصحراء المغربيه في مجموعه متمرده. الصحراء المغربيه دي ما يعني مساحتها 266 الف كيلو، بتتكلم فوق الربع مليون كيلو. في 100 ألف واحد من سكان هذه الصحراء حبوا يعملوا انفصال ويعملوا استقلال ويعملوا دولة لوحدهم. تمام؟ انت كده بتقسم لي دولة عربية، انت فاهم يعني بتقسم دولة عربية، انتوا مجموعة متمردة عايزين تعملوا شرخ في دولة عربية وتخلوها دولتين. مين دعمهم؟ الجزائر، تحت مبررات واهية. كلام، بص كلام واهي. يعني مثلا يقول لك ايه؟ يقول لك خد بالك ده لما كان الاحتلال الاسباني محتل الصحراء المغربية، اهل الصحراء دي هم اللي قاوموا المغرب اسمها دي اسبانيا، فهم اولى بالانفصال. يا راجل يعني انا مثلا وفقا لوجهه النظر الجزائريه، السويس دي مدينه ساحليه عندنا هنا في مصر، تبقى دوله بقى؟ ما الناس دي وقفت قدام العدوان الثلاثي، وقفوا قدام العدوان الثلاثي واتعمل عليهم فيلم. يعني السويس بقى وبورسعيد، الشريط الساحلي اللي فوق ده ينفصل بقى. ما هم اللي وقعوا، اشمعنى بتوع اسوان ما وقفوش معاهم؟ يا نهار، طب ما ده فين وده فين، والمدد موجود. ده لو افترضنا جدلا اللي مفيش مدد بين اهل المغرب في مقاومه الاحتلال سواء الفرنسي او الاسباني، ففي مبررات واهيه بتطلع من الجانب الجزائري لتبرير ان 100,000 واحد يقتطعوا 266 ألف كيلو من المغرب العربي، من الدولة المغربية، ويعملوا دولة لوحدهم كده. فده جنان رسمي. والله الجزائر، المغرب عملت يعني كل ما بوسعها عشان تحافظ على وحدة ومتانة أراضيها، واللي هم يعني تبقوا دولة واحدة ومبقاش في مشاكل، تبقى دولة قوية، يعني تعمل علاقات متزنة مع دول الجوار الشقيقة، سواء موريتانيا، سواء الجزائر، سواء ليبيا، المغرب، تونس، هكذا. يعني هي لم تدخر جهدا في هذا الأمر، ولكن دايما الجزائر هي اللي كانت عاملة هذا الإسفين في المغرب الشقيق. طب أنا النهارده بقول البقين دول وبقول الجزائر غلطانه وبتعمل شغل غلط وبتؤدي الى تفكيك الدول العربيه والتقسيم المقسم وبتساعد اجندات استعماريه في الوطن العربي. هل انا بقى الكلام ده للجزائريين؟ ما انت عشان بس تبقى فاهم، انا بعمل كده عشان انا مثلا بكرهك، عشان انت وحش، عشان انت انسان مثلا سيء؟ لا، انا بعمل كده لانك انسان كريم وابن كريم واحفاد الاكرمين والشهداء. انت حاجه كبيره، فغلطتك مسمعه، يدق لها الطبل زي ما بيقولوا. فعيب عليك، عيب عليك. انت النهارده يعني بتقف في وش دوله شقيقه عشان تقسمها تحت حاجات. ودايما الكومنت الواضح، اي تعليق جزائري، انت مش مذاكر تاريخ، انت ما تعرفش التاريخ، فما تنفعش تتكلم. بص انا عايز اقول لك على حاجه، اذا كان التاريخ ده، لو التاريخ بتاع حضرتك ده يؤدي الى تقسيم الدول العربيه، فانا العن هذا التاريخ ولا اؤمن به ولا اعترف به ولا اروج له ولا اقراه ولا اسمعه.
فقلعنا على التاريخ والجغرافيا اذا كانت هتقسم لنا الدول العربيه المتقسمه حاليا دي، الدول العربيه بالحدود بتاعتها دي كلها دي. احنا النهارده المفروض نتعاون مع بعض انك تعمل بقى اتحاد سياسي، اتحاد مالي، اتحاد عسكري، دفاع مشترك، تفعيل بقى جامعه الدول العربيه، نحس ان احنا هنبقى حاجه واحده، لان احنا شعب واحد. الشعوب العربيه دي شعب واحد. تيجي انت النهارده تجيب لي مثلا اي مبرر بقى، صحيح بقى، قديم بقى، جديد بقى، بتاع بتنجان، خد بالك ده لازم بقى ينفصلوا، دي الارض بتاعتهم. لا يا حبيبي، اي شيء هتبرر فيه تمزيق المغرب كل الدول العربيه هتقف لك، ومش هتقف لك بعدائيه، هتقف لك من باب انصر اخاك ظالما او مظلوما. لان انت حاجه كبيره عندنا، الجزائر دي حاجه كبيره عند العرب. الجزائر دي دفعت عن مصر في العدوان الاسرائيلي عليها. الجزائر دي لو حصل اي شيء لمصر دلوقتي وانا ومصر، هلاقي اخواتي الجزائريين رقم واحد واقفين قدامي، ما فيهاش كلام يعني، ما فيهاش كلام. فما ينفعش ترتكب هذا الخطأ الفادح يعني اللي ملوش مبررات الا مشاكل تاريخيه. خلاص اتحلت يا باشا، والله اتحلت. النهارده المغرب كانت في غنى عن اللي هي تطبع مع اسرائيل. انا عايز اقول لك على حاجه، انا عايز المغرب تطبع مع اسرائيل مقابل صفقه زي اللي الامارات خدتها. الامارات، بص انا عايز اقول لك على الكونجرس الامريكي فشل اللي هو يعرقل امداد الامارات بصفقه ال 23 مليار دولار اللي فيها 25 ولا رقم كبير، طيارات اف 35. هتبقى اول دوله عربيه تمتلك هذه الطائره الشبحيه، يعني طياره جباره هتفرق طبعا في ميزان القوى العربي امام ايران بقى، وامام تركيا، وامام اسرائيل ذات نفسها، وامام اي حد. في حاجه جامده حصلت. انا كان نفسي المغرب تاخد هذه الصفقه ايضا بموجب التطبيع او يعني انشاء علاقات دبلوماسيه مع اسرائيل، ولكن بسبب دعم الجزائر للبوليساريو ولا البتنجان الازرق اللي عايز يقسم هذه الدوله، كانت القسمه ضيزه. يعني انت بتتكلم تديني ارضي واطبع، فالثمن قليل، لسه كنا محتاجين حاجات اقوى. طب انا بتكلم النهارده سبته ومليله. سبته ومليله دي مدينتين ساحليتين مغربيتين محتلين الى الان من اسبانيا. طب انا النهارده اطبع مقابل دول مثلا. اللي انشا هذا النزاع وعززه وسلح العناصر الانفصاليه ودعمهم وعمل لهم دعم لوجستي وايواء في تندوف الجزائريه هي الجزائر. طب هي بتعمل كده ليه؟ ما برضه ساعات واحد يفكر ويتامل، هو ليه الجزائر بتعمل كده مع ان الناس دي كريمه قوي ومحترمه قوي وولود اصول وولود ناس؟ ليه بيعملوا كده؟ ترجع بقى تلاقي اللي فيه ضغائن تاريخيه منذ نشاه الجزائر ونشاه المغرب بعد انسحاب الاحتلال من الدولتين. انت عارف الاحتلال لما بيخرج من دوله بيدق اسفين كده، بيعمل خازوق، يعمل تشاكس، يعمل مشكله. حصل نزاع حدودي ما بين المغرب وما بين الجزائر حول بشار وتندوف، ودي ارض جزائريه. حصل بمقتضى هذا النزاع الحدودي حرب الرمال، ومصر وقفت مع الجزائر ضد المغرب وتشكلت الحدود وصفحه وانتوت. خلاص الصفحه خلصت. ما تبقاش بقى تنقل المعركه الى جارك في الداخل وفي العمق لتقسيمه. ما ينفعش. ده شيء لن نقبل به، ومفيش اي عاقل يقبل به. وفي ناس على فكره من الجزائر في قمه الادب والاحترام والذوق وبيرفضوا هذا الكلام، وانا عارف حاجه زي كده. لكن النهارده لو ما كانش فيه هذا النزاع كان هيبقى فيه صفقه مغربيه من العيار الثقيل وتسليح على اعلى مستوى بمجرد بس عوده السياح. وده على فكره ده كلام على ورق. ما النهارده ملك المغرب بيقول لك انا اهم حاجه عندي حل الدولتين والقضيه الفلسطينيه. لو حصل اي نوع من انواع الميوعه اللي الملف ده ما يتحسمش بنفس جره القلم اطرد السفير الاسرائيلي، اقطع العلاقات الدبلوماسيه، وقف السياحه. بس دي مش حاجه صرمديه يعني، ده قرار على ورقه. قطع الورقه، اعمل ورقه جديده. فمش بيج ديل يعني، مش ازمه، مش حاجه ضخمه. كان ممكن اللي احنا بقى ناخد على حس الكلام الفاضي والشكليات دي صفقه تسليح كبيره للمغرب تعزز من ميزان القوى العربيه. ولكن للاسف الشديد الجزائر دفعت المغرب الى يعني اخر الحلول وامر الحلول، اللي هي تاخد اعتراف امريكي بمغربيه الصحراء ودعم امريكي، وبعد كده يبقى دعم اوروبي في مقابل سحق البوليساريو، او يعني اللي هم بقى خلاص يا مغرب يا جزائر خديهم ووطنيهم عندك، اديهم الجنسيه الجزائريه وخليهم عندك، ويعيش المغرب حر مستقل موحد بدون شبح التقسيم. انا ما كنتش اتمنى ده يحصل،
كنت اتمنى نتعلم، بص والله العظيم بتوجع والله، تتعلم من تركيا ومن العالم التركي. بص العالم التركي ده تركيا، تركمانستان، كازاخستان، اذربيجان، بتنجان، موردستان، كل حاجه اخرها تان، دول حبه اتراك تتار. ده العمق الاستراتيجي الحقيقي لتركيا. لما الاتحاد السوفيتي خرج من اذربيجان عمل لهم برضو الخازوق بتاع نفس القصه بتاعت الصحراء الغربيه، عمل جماعه انفصاليه لارمينيا، جماعه ارمن انفصاليين داخل اذربيجان. شوف المصالح بتتصالح. انا مش بقول لك اردوغان عمل كده عشان يبقى يعني هو يعني راجل نبيل وبتاع، لا، عشان مصلحته مع اذربيجان. طب انت النهارده الجزائر مصلحتها قد ايه مع المغرب؟ ياه بالعبيط، اجدع مصالح تتعمل. انت النهارده اقوال ومحللين اجانب يقول لك والله يا الجزائر بتطمع في الصحراء المغربيه عشان الثروه السمكيه اللي في المحيط. الحته بتاعت الصحراء دي المحيط، بص من كتر السمك والخير انت ممكن تصطاد سمك مقلي، بص خربانه سمك بالعبيط. فالجزائر عايزه تاخد هذه الثروه السمكيه. طب بدل ما تدعم حركه انفصاليه ما تروح لملك المغرب وراجل محترم والله العظيم وعايز يحل وعايز يتكلم، وتعملوا صفقات، تعملوا مثلا تبادل تجاري، تعملوا استثمارات، والله يبقى في شراكه اللي هنعمل بقى ميناء كبير او شركه صيد كبيره وتصدروا بقى انتوا الاثنين لاوروبا، وانتوا تعملوا صفقات طاقه بينكم وبين بعض. المغرب تستفيد من الجزائر والجزائر تستفيد من المغرب، يبقى المغرب العربي عندنا قوه جباره نتعلم. النهارده شوف الاتراك بيحنن ويننن حوالين العالم التركي، وعامل المشاكل مع مين؟ مع الناس البعيده، مع ليبيا اخر الدنيا، مع بص عامل مشاكل مع الامارات. انت بص على الخريطه، الامارات دي فين وتركيا فين؟ انت بقى سايب البعيد القلق والمشاكل وجاي بتحك في المغرب وناس زي الفل والله العظيم. فشيء مؤسف. انا مش بقول كده تحاملا على الجزائر، انا طول عمري بحب الجزائر، انا بقول كده عشان يعني مش المفروض اللي الناس الحلوه الكويسه دي تدعم جماعات انفصاليه لاي سبب كان. لا، المغرب متحد، وكنت اتمنى ان الكلام ده يحصل من بدري عشان لما نيجي النهارده نعمل ورقه ونمضي عليها، مجرد ورقه، يبقى الثمن بتاعها كبير، الثمن بتاعها كبير يصب في ميزان القوه العربي. وربنا يحفظ الدول العربيه المتحده يا رب وينصرها على مين يعاديهم. وشكرا جزيلا لحضرتك.